السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جاية أقول لكم على طرق فعالة وسحر جدا في إن هي تفتح لكم أبواب الرزق وتيسر لكم أي أمر معطل بإذن الله تعالى. والطرق دي فعلا عن تجربة وعن قصص ناس حكيتها بعد ما كانوا بيشتكوا من ضيق الحال وربنا فتحها عليهم من جميع الأبواب، وناس كتيرة كانت أمورها معطلة وصعبة وربنا سبحانه وتعالى ييسرها ليهم. في البداية لازم نعرف إن الرزق ده له قوانين، وقوانين الرزق زيها زي أي قوانين ربنا خلقها في الكون. فبالظبط زي ما مثلا انت رايح تتعلم سباحة، فانت بتتعلم السباحة وبتتدرب وبتتمرن وبتمشي على قوانين معينة. هل لو مارست القوانين دي هتيجي المية تقولك لأ مش هتطفو على السطح؟ بالظبط الرزق عامل زي مثلا عضلات احنا بنقويها علشان نقدر ان احنا يبقى عندنا عضلات ونصبح اقوياء. فالرزق بالذات ان ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا لكل شيء سببا فأتبع سببا، يعني احنا بنخبط وبناخد بالاسباب اللي نقدر عليها. وبالظبط الرزق له سبب، وفي أسباب كتيرة ممكن تغيب عن عقلنا وعن بالنا ونخبط على كل الأبواب ونقول احنا عملنا كل حاجة وما جابش نتيجة. لا، هو في دماغك انت ان انت عملت كل حاجة، بس ليه في حاجات لسه انت ما دورتش عليها وربنا سبحانه وتعالى عايزك تدور عليها، علشان عايزك تتعلم من طريقتك في التدوير عن سبب الرزق. عايزك تتعلم شيء جديد وانت بتدور على الرزق. ربنا لو بكلمة واحدة كن فيكون يقدر يرزقك ويفتح عليك أبواب السماء، لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة، فهو رايد انه يعلمك الحكمة وانت بتسعى وبتدور على رزقك في الحياة. فالقانون الأول في الرزق ان الرزق له قوانين وله أسباب بناخد بيها. وفي ناس كتير هتقول طب الرزق قضاء وقدر. هو الرزق قضاء وقدر، لكن القدر بيتغير بالدعاء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان القدر والقضاء والقدر بيتغير بالدعاء. التانية بقى ان الله سبحانه وتعالى قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني إن الرزق ربنا خلقه ملوش نهاية، مفيش رزق بيخلص، مفيش رزق بيخلص أبدا، حتى مهما كانت الدولة، مهما كانت الظروف، مهما كانت عقلك ده محدود وشايف قدامه حاجات محدودة، رزق ربنا لا يمكن هيخلص أبدا. القاعدة دي هتعلمنا ايه؟ هتعلمنا ان احنا دايما نحس بالوفرة. احساسنا بالوفرة هيدينا احساس بالامان، هيقلل احساسنا بالقلق، ولما القلق عندنا يقل ايماننا بالله سبحانه وتعالى هيزيد، ايماننا بان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا الرزق ينتهي عنده، وان هو هيرزقنا في اي وقت ومهما كانت الظروف. ده هيعلمنا ايه؟ هيعلمنا إحساس الوفرة، إحساسنا بإن ربنا ممكن يرزقنا في أي وقت وفي أي ظروف، إحساسنا بإن إحنا ما نقعدش نلقي اللوم على بقى أصل البلد ظروفها تعبانة، أصل إحنا الظروف صعبة، أصل الدنيا عاملة إزاي، أصل أنا ما عنديش أي شهادة علمية، طب وأنا هجيب فلوس منين؟ فإحساسك بالوفرة لأن الله سبحانه وتعالى رزقه لا ينفد هيخلي عندك طاقة الإيمان عالية. لما طاقة الإيمان تبقى عالية القلق هيقل، وبالتالي إحساسك بالطمأنينة، يقينك بالله وحسن ظنك هيزيد. فعشان كده الآية دي آية خطيرة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بعكس بقى واحد طول الوقت عمال يقول الأسعار هتزيد والبلد حالها تعبان، طب هنعمل ايه، طب هنسوي ايه، وهو أصلا قاعد غرقان في نعم ربنا ومش شاكر ربنا أصلا ولا شايف اللي موجود فيه دلوقتي، فإحساس الوفرة مش موجود عنده. فكون إن أنا أؤمن بالآية إن هذا لرزقنا ما له من نفاد،
آية عظيمة جدا هتدخل جواك إحساس الوفرة، وإحساس إن الله سبحانه وتعالى مش هيسيبك، وإحساس إن الله سبحانه وتعالى طول ما أنت متصل بيه هيرزقك وهيوسع عليك، مهما كانت الأسعار هتزيد، مهما كانت الدولة حالها صعبة، مهما كانت الظروف، مهما كنت أنت تمتلك شهادات علمية أو لأ، مهما كان حالك أنت دلوقتي، فبعقلك المحدود أنت مش مدرك قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير حالك. طب ازاي نفتح ابواب الرزق؟ خلينا ندخل في الموضوع. كيف نفتح ابواب الرزق؟ الخطوة الاولى عشان نفتح ابواب الرزق لازم نكون متأكدين متيقنين ومتوكلين ومتصلين بالله سبحانه وتعالى. اول خطوة يا جماعة ان انا اكون جوايا يقين وايمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى، أبقى عارفة إن أنا رايحة شغلي وإن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقني، أبقى عارفة إن أنا بدور في كذا طريق، وحتى لو كان الطريق الغلط عارفة إن الله سبحانه وتعالى في النهاية هيهديني لطريق صح، لأن أنا باخد بالأسباب، وإن الله سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع تعب إنسان تعب في حياته. الخطوة التانية إن أنا اتصل بالله سبحانه وتعالى، يكون في حاجات انا بعملها لنفسي هي مدخر ليا عند الله سبحانه وتعالى، هي سبب من اسباب تيسير رزقي. زي مثلا ايه، الله سبحانه وتعالى بيقول في ايات: وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهنا الله سبحانه وتعالى بيديك باب من ابواب الرزق، وهو الاستغفار، انك تستغفر. كل ما تستغفر الذنوب بتمحى، والذنوب دي هي اصلا سبب وعائق في منع الرزق وضيق الحال. والله العظيم ودي ناس كتيرة جربتها، ان هي اي امر معقد او صعب عليك في حياتك وقعدت تستغفر بنية ان الامر ده يتيسر، هتلاقي والله العظيم والله ناس كتيرة جربت انها تستغفر علشان الامر ده يتيسر. كمان من ضمن الحاجات الفعالة وهي الحوقلة، انك تقعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لانك انت هنا بتخرج من حولك وقوتك لحول الله وقوته، فانت هنا خلاص بتقول يا رب انا عايز قوتك، انت عايز قوتك وباب من ابوابك يفتح بقوتك انت. من الحاجات المجربة والناس جربتها، هي مش مذكورة في الأحاديث والأثر يعني، بس ناس من الصالحين جربوها وجابت كتير قوي مع ناس، هي انك تقرأ سورة الصفات، لان الصفات فيها ايات التسخير كتير جدا. فسورة الصفات وسورة ياسين من السور اللي بتفتح ابواب الرزق. كمان انك تشغل سورة البقرة في البيت، دي من الحاجات اللي بتفتح البركة والرزق في البيت. كمان صلة الارحام وبر الوالدين، الصدقة، انك تخلي ابوك وامك يدعولك بالتوفيق، دي من اعظم الاسباب اللي بتفتح باب التيسير والقبول. وفعلا عن تجربة ان الله سبحانه وتعالى والله العظيم بيخلي التيسير والتوفيق لما الاب والام يدعوا لولادهم. يا جماعة كمان ما تنسوش، اوعوا تنسوا الدعاء، انك تدعي ربنا مش بس علشان خاطر حاجة معينة، لا، خلي الدعاء ده هو عبادة، خلي الدعاء ده على لسانك سواء انت عايز حاجة من ربنا او لا. يعني مثلا انت رايح تصلي، يا رب عني ان انا اصلي بتركيز، عني يا رب ان انا اصلي بخشوع، عني يا رب ان انا اتدبر في القرآن وانا بصلي، اتدبر في الصلاة. فكل ما تعمل خطوة في حياتك بص ايه المطلوب منك فيها وادعي ربنا بالحاجة اللي فيها، بص تلاقي ايمانك زاد، اتصالك بربنا زاد، بص تلاقي التوفيق والتيسير، مش بس علشان حاجة معينة من ربنا انا عايزاها ادعي ربنا، فانا اقدم لنفسي قبل ما انا اقع في ضيقة، اقدم لنفسي الاعمال. وما تقدموا لانفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير
تجدوه عند الله. فأي حاجة احنا بنقدمها، صدقة، صلاة، دعاء، بنقدمها لنفسنا وبنحطها في البنك بتاعنا، وقت ما احنا عايزين بنسحب رصيدنا من البنك ده. طبعا بعد الخطوة الأولى إن أنا توكلت على الله وأحسنت الظن في الله إن ربنا سبحانه وتعالى، طالما دعيت الله سبحانه وتعالى الحاجة دي خلاص هتحصل وأبقى مفروغة منها دلوقتي عاجلا أو آجلا هتحصل. فهو ده حسن الظن في الله، إن أنا أدعي الله سبحانه وتعالى وأتأكد وأتيقن إن الشيء ده هيحصل. فطول ما أنا واثقة في الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هيكون عند حسن ظني. لكن أنا أدعي وأقول هجرب هشوف، ما يمكن ولو لاحظت هتلاقي في صوت داخلي جواك عمال يقولك طب ما يمكن انت بتدعي وممكن ما يحصلش، طب ولو ما حصلش، فهتلاقي نزغ الشيطان عمال يفسد عليك الدعاء. فالدعاء عشان يكون صحيح لازم يكون عن ثقة، عن يقين في الله، عن ان انا اراقب نفسي، اشوف انا بقول لنفسي ايه من جوه بعد ما انا بدعي، اشوف هل انا شاكة ولا انا بقول لنفسي بضحك على نفسي وبقول لا ده انا واثقة ومتيقنة ان الله سبحانه هيحقق لي هذا الشيء، وانا من جوايا عمالة في حاجات كده وساوس ونزغ من الشيطان. الخطوة التانية بقى ان انا احط نية، ان انا مثلا يا رب انا عايزة عربية او عايزة فلوس يا رب كتير. طب انا ايه نيتي من الفلوس دي؟ نيتي مثلا ان انا عايزة يكون معايا فلوس كتيرة عشان في يوم من الايام اطلع صدقات كتيرة، علشان مثلا اعلم ولادي كويس، عشان اربي ولادي كويس، عشان مثلا اعمل حاجة فيها خير، فاخلي نيتي دايما للاخرة. فلو انا ربطت دايما النوايا بتاعتي بالحاجة اللي أنا عايزاها وبتمناها من ربنا سبحانه وتعالى، فده هيكون سبب في إن الرزق ده إن شاء الله يتوسع عليك ويتفتح لك باب الرزق ده. الخطوة التالتة بقى وهي إن أنت تفك التعلق. دايما الأشياء اللي بنموت عليها ولازم هناخدها أشياء ما عمرنا ما بتجيلنا. ليه؟ لأن احنا معلقين بيها، والله سبحانه وتعالى نهى عن التعلق. يعني الله سبحانه وتعالى مش عايزك تتعلق بالدنيا، مش عايزك تتعلق وتجري وراها وخلاص. الله سبحانه وتعالى عايز تعلقك بيه وحده، فهو قادر ان هو يديك الشيء ده، بس هو عارف ان تعلقك بيه شديد جدا، لدرجة ان انت لو خدته اصلا ممكن تنسى الله سبحانه وتعالى، ممكن تنسى ان في اخرة، ممكن تنسى انك تعمل لبكرة. فهنا فك التعلق. انا واثقه ان الله سبحانه وتعالى لما ادعي هيديني الحاجه دي، بس انا لازم من جوايا انسف تعلقي بهذا الشيء، ان انا اكون مرنه مع الحياه. عادي لو الحاجه دي حصلت، وعادي ولو ما حصلتش، ولو ما خدتهاش برضك انا في سلام مع نفسي، انا راضي بالمكتوب، انا راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى يجيبه. والله العظيم ان ساعات التعلق ده بيجي بيخلي الانسان يتصاب في النقط اللي هو متعلق بيها. يعني الانسان لو متعلق بولاده قوي او متعلق مثلا بوظيفة قوي، هتبص تلاقي الحاجة دي انت اتصبت فيها. انتوا عارفين ليه؟ لان التعلق ده بيخلي الانسان في حالة احتياج شديد، بيخليه غير متزن، مش عارف يمارس حياته دلوقتي، مش عارف يشوف النعم اللي هو فيها دلوقتي، كل اللي هدفه في حياته انه ياخد الحاجة دي وبس، ففي حالة تخبط وعدم اتزان ومش عارف يعيش حياته. فعشان كده اي شيء في الحياة لاحظ نفسك هل انت متعلق بيه، فاذا انت متعلق بيه حاول تفك هذا التعلق. عشان تفك التعلق تبقى عارف ان الدنيا دي احنا جايين عليها علشان هي هنأدي دور وهنمشي، هي رحلة وهتخلص، انها دار زوال، ان مفيش حاجة ولا حال باقي، مفيش حاجة بتفضل زي ما هي. فلازم ابقى خلاص مدركة وعارفة ان ده حال مؤقت وانها رحلة وانا ماشية وسايباها. عشان كده ابقى مسلمة كده اموري لله، ان انا في سلام مع نفسي، مع اي حال ومع اي وضع، في حالة رضا. انا بسعى وبتمنى وبدعو الله، بس انا مش متعلقة، وعارفة ان الله سبحانه وتعالى هيديني الحاجة دي، بس انا مش متعلقة. والرابع بقى ان انا ادرك قيمة نفسي، ان انا اشوف نفسي هل انا فعلا قيمتي حطها فين. قيمتي في فلوس؟ يعني انا لازم اخد الفلوس دي عشان احس بقى بقيمتي، ولا انا قيمتي حطاها في الناس؟ انا بقى عايزة الناس تقدرني، عايزة انجح عشان الناس تقدرني،
ولا انا قيمتي حطاها مثلا في حب، في علاقة حب، انا الشخص ده هو اللي انا بستمد منه الحب، بستمد منه كل حاجة، انا عايزة الشخص ده في حياتي. طبعا ده كله طبعا تعلقات. انا بسألكم ليه انا قيمتي بستمدها منين، انا قيمتي فين؟ لما اسأل قيمتي فين هعرف انا متعلقة بايه. فالسؤال ده مهم اوي تسألوه لنفسكم. طيب لما انا افك اي تعلق واخلي قيمتي مصدرها من داخلي، وان انا قيمتي عشان ربنا خلقني، عشان دور جاي اديه في الحياة، علشان انا ليا بصمة في الحياة، وان انا مميزة، وان انا كده كده مش لازم اخد الحاجة دي عشان يبقى ليا قيمة، مش لازم ربنا يديني كذا عشان يبقى ليا قيمة. انا كده كده مهما كانت الظروف، مهما كانت شهادتي، مهما كانت اي حاجة فقدتها، فانا ليا قيمة، لان الله سبحانه وتعالى كرمنا جميعا، ولقد كرمنا بني آدم في البر والبحر. فلو انت أدركت قيمة الله سبحانه وتعالى، قيمتك، وان انت عرفت ان انت جاي مميز عن اي شيء في الدنيا، ساعتها هيكون عندك فتحت الباب بتاع استقبل الرزق وطاقة الاستقبال، انك تستقبل اي نعم الله سبحانه وتعالى ينعمها عليك. خلينا اقول لكم مثال. لو واحد مثلا جاي لك وقال لك خد ال1,000,000 جنيه دول علشان انت اصلا تستحقهم وانا بحبك، هتصدق؟ مش هتصدق، هتقول اكيد هو عايز مني مصلحة، اكيد هو غرضه مش شريف. فاكيد دي بقى ما انت ما حطيتش احتمال لكلامه وهو بيقولك انا بحبك وانا مقدرك. فلو انت استقبلتها على ان هو بيحبك ومقدرك، هتاخد ال1,000,000 جنيه. ولله المثل الاعلى. فلو انت استحقاقك كان عالي، هتبص تلاقي استقبالك للنعم الله سبحانه وتعالى بيرزقها لك، ان الدعاء قريب منك، بس الله سبحانه وتعالى يعني النعم دي بس ان انت تفتح لها الاستقبال بتاعك، واستقبالك يكون بتقديرك لنفسك، بنظرك لنفسك ان انت قيمة، من غير اي حاجة انت قيمة. فكون ان انت مقدر نفسك، ده هيفتح لك ابواب كتيرة جدا. الخطوة الخامسة اللي هتفتح بيها باب الرزق، وإن شاء الله يبقى سنة 2024 تبقى سنة سعيدة عليكم، ويبقى خططكم في سنة 2024 خطط ناجحة. إنك تخلي خططك في الصميم، تغير خططك، يبقى عندك مرونة مع الحياة، ما يبقاش بقى إن أنت ماشي كده في طريق مستقيم ومش عايز تغيره، وهو ده اللي هو خطتك في الحياة كده. يعني انت مثلا موظف ما عندكش استعداد انك تغير مجالك، ولا مثلا تروح تجرب شغل خاص، ولا ممكن مثلا ان انت طب خايف ان على الوظيفة ان انت مثلا ممكن تزود على شغلك، انك تسعى اكتر وممكن تشتغل مثلا من البيت عن طريق الانترنت، او تفكر تفكير تاني خارج الصندوق. فانت مش بتفكر ان انت مثلا حتى تطور من نفسك، تتعلم حاجة جديدة، لأن المعلومة في حد ذاتها المعلومة كنز. المعلومة ممكن تخليك تبقى يعني من أغنى أغنياء العالم بسبب معلومة واحدة. فأنت علم نفسك جديد كل يوم، غير من نفسك، طور من نفسك، شوف انت محتاج ايه وتعلمه. حتى لو انت خارج التعليم، نطاق التعليم بتاعك، ومش لازم ان انت تشتغل بشهادتك، ممكن تجرب مجالات تانية تشتغل بيها، ممكن تبقى ناجح في حاجات تانية. فحاول ان انت تفكر خارج الصندوق، حاولوا ان انتوا تفكروا خارج الصندوق. وكذلك لو انت ست بيت، ممكن انت مش شرط ان انت تنزلي شغل وتدوري على شغل وتشتغلي بره، ما يمكن يضرب معاكي الحظ وتشتغلي من قلب البيت، ممكن تتعلمي حاجات جديدة تشتغلي عن طريقها. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن يضيع تعبك، لانك بتسعي وبتدوري، وما كانش هتصيب، هتبصي تلاقيها بركة زادت عندك في حاجات تانية، هتبصي تلاقي رزقك في حاجات تانية. لأن الرزق مش لازم يكون يا جماعة فلوس، الرزق ممكن يكون في بركة، ربنا باركلك في حاجة كنت هتدفعي عليها فلوس من ملايين الدولارات. فاحنا هنا رزقنا لازم يكون تفكيرنا أوسع من كده. يعني رزقنا مش لازم يكون فلوس، ممكن ربنا يرزقنا بشخص كويس، ممكن يكون ربنا رزقنا في ولادنا، في بركتنا في حاجة. فنطاق تفكيرنا يبقى أوسع من كده.
ونطاق تفكيرنا يبقى مش بس في حدود الوظيفة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي وبس علشان خاطر خايفة اسيب الوظيفة لحسن ملاقيش وظيفة تانية. فاحنا هنا احنا هنا لغينا باب التوكل على الله. ويمكن لو خبطت وخرجت خارج منطقة الراحة والكومفورت زون بتاعتك ممكن تلاقي حاجة وحال أفضل من اللي انت كنت عليه، ويبقى خارج تفكيرك أصلا، يعني خارج حدود تفكيرك. مش المقياس ان انا بقيس بتفكيري، انا مش بقيس حاجة ابدا بتفكيري، انا بسيب اموري لله سبحانه وتعالى وتوكلي على الله، وفي نفس الوقت عمالة اخبط على كل ابواب الرزق، والباب اللي الله سبحانه وتعالى رايد لي الرزق منه هيفتحولي. فأتمنى إن انتوا في عام 2024 يكون حالكم أفضل وأوسع، ويكون كل أمر عسير ربنا ييسره عليكم ويكون حالكم أفضل. أتمنى تعملوا لايك ويكون الفيديو نال إعجابكم، وإن شاء الله يوصلكم مني كل جديد مع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وجزاكم الله خير.